بنرحب بكل السيدات والسادة المستمعين والمستمعات في برنامج حكايات البشر والحجر في رمضان. وأنا بجهز حلقات البرنامج في رمضان كنت محتار، يا ترى أجهز موضوعات إسلامية ولا نكمل أساطير المصريين القدماء؟ بس لقيت إننا لو وقفنا الأسماء هتدخل في بعض والحكاية مش ناقصة زي ما انتوا عارفين. خلينا نكمل حواديت الآلهة ونشوف هياخدونا معاهم لحد فين. في الحلقة اللي فاتت عرفنا إن أتم أبو الآلهة بيتولد من رحم حفيدته إلهة السماء نوت. وقت الولادة بيكون على هيئة جعران أو هيئة طفل برأس جعران واسمه خبري. بمرور الساعات بنوصل لوقت الذروة واللي بيوصل فيه هو كمان لذروة قوته وبيكون اسمه رع. أما باقتراب وقت الغروب بيشيخ رع ويتحول إلى أتم العجوز لا حول له ولا قوة على وشك الموت. وساعة الغروب تبتلع نوت جدها عشان يبدأ الرحلة الليلية داخل جسدها مرة تانية. وعرفنا الجريمة اللي ارتكبها جب في حق أمه وأبوه، محاولته الفاشلة لسرقة الشمس اللي كادت إنها تتسبب في تأخير بداية رحلة الشمس اليومية. جب اللي عفى عنه جده ورجع لممارسة مهامه الملكية وحاول يستكمل مثلث العظمة الملكي بالطرق الشرعية المرة دي، فأقام المعابد وجددها، شق القنوات، هزم الأعداء، وفي اللحظة دي بس استحق الحصول على اليوريا الخاصة بأبوه الإله شو. وبرغم كل الخطط اللي حطها أتم لفصل جب ونو إلا إنهم التقوا، وبثمرة لقائهم 4 أجنة. لما اكتشف أتم الأجنة أصدر أوامره لكل أيام السنة 360 بعدم استقباله، إلا إن تحوت وخنسو صديقه إله القمر أضافوا قصور للأيام القمرية اللي اتجمعت وأصبحت 5 أيام. عرفهم العالم بعد كده بأيام النسيج. الأيام دي هتكون خارج نطاق الزمن، كمان خارج سلطة رب الأرباب وأوامره بعدم استقبال أبناء نوت. وضعت نوت أولادها في 4 أيام متتالية: أوزوريس في اليوم الأول، وست في اليوم الثاني، إيزيس وحوت نبت في اليوم الثالث والرابع. أوزوريس حكم العالم خلفا لأبوه جب وزوجته كانت إيزيس. أما ست فهو رب الرياح والعواصف والأراضي الأجنبية وكانت زوجته حوت نبت. فترة حكم أوزوريس كانت مليئة بالإنجازات مش بس في مصر، لكنه انطلق علشان ينشر الحضارة والتقدم في العالم كله. وبعد عودته طبعا كانت أخبار إنجازاته هي محور أحاديث الآلهة والبشر على حد سواء. أما ست فكان بيشترك في قتال عابد كل ليلة مع الآلهة المرافقة لرب الأرباب. كان بيقتل عابد كل ليلة، بس الغيرة كانت بتقتله هو في كل لحظة. حاول يقنع رب الأرباب إنه أحق من حكم الأرض والزواج من إيزيس، لكنه لم يجد استجابة. وفي يوم وبعد عودته إلى قصره بعد أداء مهمته في قتال عابد، اقترحت عليه زوجته إنهم يزوروا أخوهم أوزوريس بعد عودته من رحلاته المكوكية اللي الكل بيتكلم عنها. والغريب إن ست وافق. قضوا الأيام والليالي في قصر أوزوريس بيسمعوا إنجازاته وفتوحاته، وفي نفس الوقت ست بيختلس النظرات لإيزيس. لما رجع ست وزوجته إلى قصرهم لقوا في انتظارهم ضيفة غريبة أول مرة يشوفوها، ملامحها لا تشبه المصريين. الضيفة اللي أول ما شافت زوجته حاولت تجاملها، فقالت لها وهي بتشير لبطنها: مبروك عليك الحمل، عسى أن تكون ذريتكما قوية ومقدسة وعظيمة مثلكما. اندهش ست اللي كان أول مرة يلاحظ بروز بطن زوجته. أما حوت نبت فصاحت فيه غضب
ما هذا الذي تقولينه أيتها البشرية الحقيرة؟ سيقتلك زوجي عقابا لك على تجاوزك حدودك مع الآلهة. هنا ست احتار، لكنه لاحظ نظرات الضيفة المثبتة على عنق حوت نبت. هو مش من النوع اللي بيلاحظ زينة النساء، إذا كان ما لاحظش بطن مراته أصلا. لكن القلادة في عنق زوجته غريبة فعلا، لا تشبه زينة نساء الآلهة ولا زينة نساء البشر في كمت. غريزة ست أنبأته إن في حاجة غلط، فأمر زوجته حوت نبت: اذهبي إلى مخدعك. فانصرفت غاضبة ونظرتها تقتل الضيفة 1000 مرة. وبمجرد ما انصرفت سأل ست الضيفة الغريبة: من أنت؟ أنا اسمي إسو، وأنا ملكة بلاد بونت، أو كنت ملكتها حتى وقت قريب، حتى أتى شقيقك ليهبنا الحضارة رغما عنا. ثم بحذر شديد أضافت: بل إن القلادة التي تزين عنق زوجتك البديع كانت قلادتي. ظل ست صامتا لوقت طويل، ثم في النهاية فهم، وبدأ ست في التخطيط لانتقامه. عزم أخوه على حفلة معمولة على شرفه، احتفالا بإنجازاته وعودته من رحلاته العالمية. إيزيس وبحس المرأة المعتاد كان في شيء بيثير قلقها في الموضوع. قالت لزوجها: ألم تفكر أن ليس من طبع ست إقامة الاحتفالات؟ لكن هذا الحفل على شرفي أنا، احتفالا بإنجازاتي وفتوحاتي. أنا الذي يحتفي به من ليس في طبعه الاحتفال. لكنك تعلم أن في قلب ست تجاهك بعض الغيرة. نعم، غيرة وحسد، وهذا طبيعي. الكل يحسدني على عظمتي غير المسبوقة، ولكن الكل يعرف أن هذا قدري، ولا حيلة لي ولا لهم في ذلك. لعل ست أدرك ذلك وعرف أن مصلحته في الاصطفاف إلى جانبي. أكيد إيزيس قومة رغبة هائلة في صفعه. يا له من متعجرف. فإذا كان هذا هو القدر، فده لا يعني إنك تكون بهذا القدر من الغرور والاستخفاف. يمكن تكون إيزيس فاهمة شعور ست. لو كانوا أولادها كانت قدرت تربيهم على حب بعضهم البعض. يمكن كمان كانت جعلتهم شركاء في الحكم. لكن واضح إن مستنيهم مستقبل مليء بالمشاكل زي ما تنبأ جدهم. ووصل أوزوريس لبيت أخوه اللي هيكون في مقر الحفل. استقبلوا ست في حفاوة أدهشته جدا. أوزوريس أخي، كم أفتقدك. بينما خادم خفيف الحركة يتسلل من وراء ظهر أوزوريس، يفرد حبل يقيس بيه طول أوزوريس وعرضه، وأطال ست في العناق حتى تمكن الخادم من أخذ المقاسات. ثم فك العناق. ربما يكون ده كان العناق الوحيد في حياة ست، جايز. إيزيس كان مستمتع بحفاوة الاستقبال برغم استغرابه الشديد، بس كان متأكد من نظريته إن حتى ست مش هيقدر يقاوم عظمة إنجازاته وشخصيته المبهرة. وها هو يحاول التكفير عن أسلوبه الفظ منذ أن كانوا نطفا في رحم السماء. قاد ست أخوه إلى قاعة مزدحمة بالآلهة الثانويين وبشر ذوي بشرة داكنة مثل اللي قابلهم في فتوحاته في الجنوب، وأمر ست بإحضار الطعام. وفي قاعة مجاورة للقاعة اللي كانوا بيحتفلوا فيها كانوا خدم ست بيجهزوا صندوق عريض مزخرف من الأبانوس في نفس الوقت اللي كان أوزوريس منتشي فيه تماما بفعل الطعام والنبيذ والمديح، سيل المديح اللي بدأ الحضور يتنافسوا فيه. وأخيرا وبعد انتهاء الحضور من نفس الدباجة تقريبا، الحضور اللي كان عددهم 72 بالضبط، حضر مجموعة من الخدم يحملوا الصندوق الأسود المزخرف وببطء شديد وضعوه في منتصف الغرفة تماما.
نهض ست وهتف: أعيروني انتباهكم. طبعا توجهت أنظار كل من في القاعة نحو، بما فيهم أوزوريس. اسمحوا لي أن أعرض عليكم هذه التحفة البديعة. طبعا هي كانت تحفة بديعة ومختلفة. وادي حابي فقير في الأشجار، وبالتالي الصندوق كان تحفة فريدة فعلا يتمناها أي شخص لنفسه حتى لو كان إله. وطبعا تعلقت عينين أوزوريس بالصندوق. سأل أحد الحاضرين: ما هذا صندوق؟ رد ست: هذا تابوت. وما معنى تابوت؟ إنه صندوق شخصي يمكنك أن تنام أو ترتاح أو تخبئ أشيائك أو تضع فيه من يكرهك. المهم أن هذا تابوت سيكون هدية لأحد الحاضرين بشرط واحد. وما هو هذا الشرط؟ طبعا لو كانت إيزيس موجودة كانت حست بغريزة الأنثى إن الحوار اللي بيتقال ده كله عبارة عن سيناريو مترتب. لكن أوزوريس ما كانش بس النبيس تلاعب بعقله، لكن كمان قصائد المديح عمت عينيه على الشيء اللي واضح وضوح الشمس. الشرط الوحيد أن يلائم جسدك فتحة التابوت بالضبط. ليجرب كل منكم الصندوق، ومن ناسبه كان ملكه. ورفع الخدم غطاء التابوت التقيل، وبدأ الحاضرين في تجربة التمدد داخل التابوت، إلا أنه لم يلائم أي من 72 الحاضرين كلهم. دلوقتي مش فاضل غير أوزوريس. توجه ست إليه وقال: مولاي، هلا شرفتنا بالتجربة؟ وتحرك أوزوريس اللي لسه عقله ما فاقش من نشوة النبي، وتمدد داخل الصندوق. وطبعا أبعاد الصندوق كانت مناسبة له تماما. وقبل ما يفهم المسكين اللي حصل، كان الحاضرين اجتمعوا وتعاونوا على وضع غطاء التابوت التقيل فوق أوزوريس. قبل ما يفكر حتى في النهوض، انحنى ست يوجه كلامه لشقيقه المحبوس: أخذت الملك بلا وجه حق ولم أعترض. أخذت إيزيس بلا استحقاق ولم أعترض. تدور متبخترا بخيلاء يصيب الكل بغثيان ولم أعترض. كظمت غيظي عنك يا ابن أمي 28 عاما، وتكافئني الآن بأن تأتي وتأخذ زوجتي؟ حوت نبت! إنك بحق قرص الشمس لأقذر من خطت قدمه على سطح أبي. لم ترى النور مرة أخرى يا أوزير، ولا آخذن كل ما كان لك، حتى لو عنا ذلك فناء العالم وكل ما ومن عليه. مات أوزير أو أوزوريس في 17 من شهر الربة حتحور، أو شهر هاتور اللي احنا نعرفه دلوقتي، وهو في 28 من عمره. وكان آخر ما فعله هو إرسال إشارة ما لجميع الأحياء تبلغهم برحيله. شعر كل من في الكون بموته، انفطر قلب الجميع، حزنت البشر والآلهة، بكى جب فارتجت الأرض وانشقت، وانتحبت نود، فبرقت السماء وأرعدت، واغتم رعى، فغابت الشمس وراء الغيوم، وغرق العالم في فوضى ودمار. أما الملكة التي صارت أرملة فتلقت الخبر الذي كانت تتوقعه. قلبها كان ينذرها بوقوع مأساة، وقد حدث ما توقعته. نهضت من مكانها، وبقلب مكسور خلعت رداءها الملكي، وارتدت عباءة كتانية بيضاء. قصت إحدى ضفائر شعرها الأسود الطويل. من لحظتها بقى تصرفها ده
هو رمز الحداد في كيميت. اتجهت إيزيس فورا إلى السماء، إلى مركب الشمس حيث يتواجد جدها في مقصورته. وجدته على هيئة أتوم، عجوز يبدو بلا حول ولا قوة. وقفت أمامه قائلة: زوجي قتل وأريد القصاص. إلا أنه لم يجب. خرجت من مقصورة جدها، وجهت كلامها للآلهة المرافقة له على المركب، إلا إنها لم تجد منهم استجابة. هي تعلم أنهم ليسوا أغبياء، ومش لازم يعرفوا تفاصيل مقتل أوزوريس عشان يكونوا متأكدين من الفاعل، لكن تقريبا ما كانش فيه حد منهم مستعد لاستعداء ست اللي كان الوحيد اللي استجاب لندائها بعد ما كررته أكتر من مرة. هوني عليك شقيقتي، أتفهم حزنك، وأعدك بصفتي ملك العالم الجديد أني سأفعل ما بوسعي لاكتشاف من قتل شقيقنا والانتقام منه. وبعد ما كانت إيزيس بتشفق عليه وبتشوفه ضحية قدر مجحف وطبع حيواني لا ذنب له فيه، أصبح ست في عينيها شيطان بيدعي البراءة أمام الجميع. من نصبك ملكا؟ كيف تقبلون به وهو قاتل الملك الحقيقي؟ يا أبي، يا أمي، يا جدي، أتسمعون ما يقوله القاتل؟ لكن هي عارفة، وإحنا كمان عارفين إن محدش هيرد عليها. طبعا نفى ست كل الاتهامات دي. مش كده وبس، ده قال أغرب اقتراح ممكن كانت تتوقعه إيزيس: لك عندي حل يرضي جميع الأطراف ويعيد لك ما خسرتيه. لم أعد متزوجا بعدما نبذت حوت نبت حين اكتشفت خيانتها لي، لذا سأتزوجك يا إيزيس وملكتي مثلما كنت ملكة أوزير من قبل، وسأمنحك كل ما ترغبين فيه. سأتزوجك وأمنحك الابن الذي ظن عليك به أوزير ومنحه لغيرك. ثارت إيزيس وتوعدت بأنها ستنتقم، هترجع الملك لصاحب الحق. لكن ست سخر من توعدها، لأن أوزوريس ليس له ابن يرث الملك من بعده. وغادر الجميع مركب النهار إلى مركب الليل، وتركوها وحيدة تفكر. بس إيزيس مش زي الأخريات، ليست مجرد امرأة مكسورة الجناح، هي إيزيس تعرف كل شيء عن السحر، وكانت أفضل حاكمة للعالم عندما تركها أوزوريس نائبة له. لكن الآن لن يعترف بها أحد، فلا لها زوج تنوب عنه ولا ابن ذكر تحكم كوصية عليه حتى يبلغ أشده. تحتاج إلى الشرعية والقوة، والأهم أن الأمر سيحتاج سنوات من التخطيط. لكن هي عارفة أنها تقدر، هي إيزيس. وقبل ما تنزل من السماء وتترك الآلهة اللي خذلوها، كانت قدرت تحصل على قارورة صغيرة ملأتها بلعاب أتوم. إيزيس نزلت الأرض تدور على جثمان زوجها وحبيبها. العباءة اللي لبستها من شهور فقدت لونها الأبيض. سألت عن جثمان زوجها البشر والحيوانات والنباتات والأحجار. طرقت الأبواب وهامت في القرى والحقول وخاضت في النهر والبحيرات. صعدت الجبال ونزلت الآبار. ما سابتش ركن في كيميت إلا وبحثت فيه. عملها الجميع على إنها مجنونة، لكنها لم تبالي، إلا أنها وفي أثناء سعيها كانت بتجمع مقدار قبضة يد من تربة الوادي المقدس، رملية كانت أو طينية أو صخرية. والنهاردة هي كملت مجموعتها الفريدة بآخر قبضة من طمي أحد
المستنقعات شمال النهر الخصيبة. تسلقت إيزيس ربوة عالية واتخذت من صخرة ملساء طاولة عمل. بدأت تفرغ عينات التربة اللي جمعتها عليها. فتحت القارورة اللي جمعت فيها لعاب أتوم وسكبت محتوياتها فوق العينات دي وهي بتردد بصوت خافت تعويذها. واستمرت تخلط السائل بعينات التربة بإيديها دون أن تتوقف عن ترديد التعويذ بصوت منغم يعلو ويهبط حتى تحول الخليط إلى عجين يشبه الصلصال. بدأت تشكل العجين في شكل أفعى ضخمة مهيبة. انحنت إيزيس ودنت من أذن الأفعى وهمست في أذنها ثم نفخت فيها. وبعد ما مرت ثواني تلوت الأفعى فجأة وأطلقت صوت فحيح ثم قفزت، لكنها بدل ما تسعى على الأرض صعدت إلى السماء كأنها تتسلق حبل خفي حتى اختفت عن العيون. إلا إن إيزيس بعد ما تركت الأفعى صدفت في طريقها أطفال من البشر اللي بعد ما أغرتهم بأعواد القصب المسكر قالوا لها إن هم رأوا في إحدى الليالي 72 شخص ليهم هيئة غريبة يحملوا صندوق أسود ضخم ويسيروا على ضوء المشاعل إلى النهر، إلى الفرع التانيتي. وده كان أحد 7 أفرع بينقسم ليهم النيل عند الدلتا قبل ما يصب في البحر. جف منهم 5 واتبقى دلوقتي 2 بس، دمياط ورشيد. المهم إن الأطفال كمان قالوا لها على تفاصيل الحفلة المزيفة اللي كانوا الأشخاص دول بيحكوها لبعض على سبيل التندر يعني. وبكت إيزيس وهي بتحتضن الأطفال وتوزع عليهم قطع القصب المقشر وتحصنهم بتعاويذ تحميهم من خطر أتباع ست. إلا إن طفلة صغيرة منهم كانت بتتأمل ملامح إيزيس بشكل خاص. قالت لها بعد ما شجعتها على الكلام: هل أنت أم الكلب؟ نهارها أحد الأطفال: لا يا حمقاء، هي ليست أم الكلب، هي تشبهها فقط. وهنا بدأت الطفلة تحكي لإيزيس الجزء الأهم في القصة. امرأة أخرى تشبهك بالضبط كانت تحمل طفلا رضيعا له رأس كلب أسود، تقبله وتبكي وتجري في المستنقعات، ثم وضعته تحت الشجرة عند المستنقع هناك، وأشارت جنوبا. وبعدها أخذت تلك السيدة تشق ملابسها وتصرخ، ثم بعد حين تركته ومضت. الظاهر إن أشخاص كتير بيجوا المكان ده عشان يعملوا أغرب الأشياء. سألت الأطفال: وماذا حدث للطفل؟ أجاب أحدهم: لا نعرف، لم نعد نذهب هناك، فالكلاب اجتمعت في المكان فجأة ولم تعد تسمح لأحد بالاقتراب. بسبب الأطفال دول اللي حكوا لإيزيس كل شيء، أصبح المصريين القدماء بيقدسوا الأطفال ويؤمنوا إن أقوالهم تحمل نبوءات أو رسائل إلهية خفية. والمثل بيقول: خدوا بالكم من عيالكم. إيزيس قدامها رحلة طويلة، لكن الأول هيظهر تحوت فجأة ومعاه أمر استدعاء على وجه السرعة لمركب الشمس. الظاهر كده إن رب الأرباب في ورطة من نوع ما. في الحلقة الجاية هنعرف راع استدعى إيزيس ليه، ورحلة إيزيس الملحمية للعثور على جثة زوجها، والأهم إيه هي خطتها المجنونة. حتى نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.